رجل بعيد خارج على إمام زمانه، كان ينبغي حسب الظواهر أن يكون مخلد في نار جهنم، ولكن هذا الرجل في لحظات ارتبط بالإمام الحسين صلوات الله عليه، وإذا به يتحول إلى رجل إحنا جميعا نذهب إلى قبره ونقول له بأبي أنت وأمي الحر. هل ذهبتم إلى قبر الحر أو لا؟ إذا رحتوا إلى قبر الحر، الشباب الذين لم يذهبوا شوية تأملوا هذا الرجل اللي ربما كان كتب عليه أن يكون مخلد في نار جهنم، ارتباط لحظات أو دقائق بسيد الشهداء رفعه من ذلك الحضيض إلى مقام بأبي أنت وأمي. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة.